عملتها قبل جوازي اعملوها زيي، وحاجات خدت فيها على قفايا خليكوا انصح مني. يلا بينا بارت 10. ابتدي الفيديو احب اوجه رسالة شكرانية لهذا الاختراع عشان انا مبسوطة منه. ليه بقى؟ الروج السحري ده طبعا كلنا عارفينه، بس الميزة بقى في البتاع ده ان هو مش بينشف الشفايف. اقسم بالله عاش 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 للي اخترعه، برافو. غلطات اللي معظم بناتنا الحلوين اللي هو احنا وقعنا فيها قبل الجواز هو مفهوم الحمام المغربي اللي قبل الفرح على طول، ودي من العادات الغلط جدا. مفروض حمام مغربي تعودي عليه جسمك قبل الفرح بحبه حلوين. اولا سواء انت مادمازيل او مدام، حمام المغربي ده شيء مهم جدا لتنظيف جسمك، بيتعمل مره كل اسبوعين كل شهر، انت ويعني وقتك ويعني وزي ما تحبي. تطلع بقى تقولي يا بت يا شاهي يا بت يا ششه، هو الحمام المغربي ده بيتعمل قبل السويت ولا بعد السويت؟ هقولك لازم ولا بد يتعمل قبل السويت. ابوس ايديكم ما تغلطوش الغلطه البشعه دي. ليه؟ انتوا لما بتعملوه قبل السويت بتطلعوا كل الجلد الميت والشعر اللي بيبقى مكتوم تحت الجلد، فبالتالي لما حضرتك بتعملي السويت بعد كده بتبقي قمر فله شمعه منوره، مش بيظهر لك اي شعر تاني مستخبي يطلع. انت بتخلصي نفسك وبتنضفي نفسك يعني زي ما بيقولوا من جذوره. فدي من العادات الغلط اللي معظمنا متعودين، هو ده انا هعمل سويت بعد كده اعمل حمام مغربي، واللي مش عارف مصطلح السويت هو الحلاوه اللي بتزيل الشعر. اوكي عشان في ناس سالوني قبل كده. الحمام المغربي ده بيتعمل قبل السويت بقد ايه؟ يوم او يومين، مفيش اي مشكله. ومن ضمن الحاجات اللي لازم تعمليها هي سكراب الجسم قبل السويت وبعد السويت. ده بيبقى لين، ده نوع وده نوع تاني، مش نفس النوع بتستخدميه. النوع اللي بتستخدميه قبل السويت بيبقى نوع خشن شويه علشان تصنفري وتطلعي برضو كل الشعر المدفون تحت الجلد. النوع اللي بتستخدميه بعد السويت هو بيكون كريمي اكتر، وبيكون بيحتوي على حاجات روايحها لطيفه وحلوه، وفي نفس الوقت يهدي اي التهاب او حكه بتظهر لك. السكراب ده بيبقى ممكن معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه زيت لوز حلو او مر، معلقه زيت ورد او معلقه جوز هند، وادعكي دعكي دعكي دعكي. طيب بعد السويت هعمل سكراب بايه يا شاي؟ ممكن معلقه شاور جل على معلقه عسل على معلقه ملح مش سكر، او بذور الكتان مطحونه، او حبيبات اللوز مطحونه، ده او ده او ده، او بذر المرو مطحون، براحتكم، كل دي اوبشنز. تمام. على بقى جوز هند، زيت جوز هند، في زيوت كتير قوي نقدر نستخدمها، وبنتكلم في اضعف الايمان زيت الزيتون هيقوم بالواجب. ويعني شكرا يا رب على نعمك، نعم كتيره كتيره everywhere. مش محتاجه اقول لكم ان من اهم الحاجات اللي لازم نعملها في